ازيكم يا صف تالتة اعدادي، اخباركم ايه؟ النهارده اول درس طبعا في منهج الترم الاول. طبعا طالعين من الاجازة ومش حابين دراسة، والنهارده ما تخافوش هتطلعوا من الحصة هتحسوا نفسكم ان انتوا لسه برضه ما بدأتوش في الدراسة. حصة ممتعة ان شاء الله، وهيكون درس خفيف عليكم. بس انا مش عايزة منك غير ان انت يكون معاك دفترك وقلمك وتركيزك معايا، واشتغل بايدك. يعني ازاي المسألة اللي اكتبها قدامك في الدفتر بعد ما اكتبها، والمسألة اللي اقول حلها تحلها في الدفتر علشان خاطر ايه؟ تختبر نفسك ان انت فهمت ولا ما فهمتش. واي حاجة او اي سؤال عايز تسأله اكتبولي في التعليقات وانا هتابع كل تعليقاتكم. تمام، يلا نبدأ. لو انا جاب لي مثلا 2 أس 3 قوس أس 4، ده معناه ايه؟ معناه ان 2 أس 3 مضروبة في نفسها 4 مرات. ليه؟ لأن الأس ده عبارة عن عدد تكرار ضرب الأساس في نفسه، فاعتبر ان ده كله أساس واحد. فأقول له 2 أس 3 في 2 أس 3 في 2 أس 3 في 2 أس 3. كم مرة؟ 4 مرات. 1 2 3 4 على حسب عدد الأس. تمام. طب في حالة ان انا الاساس عندي واحد بعمل ايه؟ بحط الاتنين وبجمع الأس، يبقى 2 3 زائد 3 زائد 3 زائد 3. طيب 2 زي ما هي، الأساس زي ما هي. الأس كام بقى؟ 3 زائد 3 6، 6 زائد 3 9 زائد 3 12. تمام. فخلاص عرفنا الناتج ان 2 أس 12. قالك بقى النهارده في الحصه انت مش محتاج تعمل ده كله، مش محتاج تعمل الخطوات دي كلها. طب ايه يعني هعمل ايه؟ قالك في قانون بيقول ان ايه أس ام كل أس ام بتساوي ايه؟ ايه ام في ان. فهمني اكتر. يعني انا لو عندي المساله نفس المساله دي اللي هي 2 أس 3 أس 4، هقول له على طول الاتنين الاساس زي ما هو، واضرب التلاتة في الاربعة. 3 في 4 بكام؟ ب12. ايه ده؟ مش هو ده نفس الناتج؟ هو نفس الناتج، بس انا شوف اختصرتها ازاي، جبتها بسرعة. تمام. يعني انا بعمل ايه؟ بضرب الاسين في بعض. لما يكونوا اسين فوق بعض بضربهم في بعض فبجيب الناتج، ما بحتاجش اعمل الخطوات دي كلها. طيب هذا الأس او هذا القانون هو اللي هشتغل بيه النهارده الحصة دي كلها، فركز معايا وتعالى نبدأ في الشغل الأكتر. تعالى كده معايا. أول مثال جايب لي 5 أس 4 الكل أس 2، يبقى أقول له ال5 أهي وأضرب الأسات في بعض. 4 في 2 بيساوي إيه؟ 5. 2 في 4 بكام؟ ب8، يبقى 5 أس 8. طب لو هنا برضو هقول له ال7 واضرب دول في بعض، يبقى -2 في 5 تساوي 7 أس -2 في 5 بكام؟ ب10. تمام. طبعا الأس لما يكون في سالب بمعنى ايه؟ ان 1 على 7 أس 10. طيب ده مثال. المثال التاني همسك الاتنين ده اضرب الاتنين في ال11، هتبقى 2 و2 في ال11 أس ب22. تمام. في 2 أس 3 خليها زي ما هي، واضرب هنا الاتنين في 3. 3 في 6 18 في 2 أس 4. طيب في حالة الضرب بعمل ايه؟ لما يكون عندي نفس الاساس، هنا الاساس نفسه الاتنين، بجمع الأس. 2 أو 3 زائد 22 يبقى 25، و4 زائد 18 يبقى يساوي كام؟ 22. طب في القسمة بطرح، يبقى 2 أس 25 ناقص 22 يساوي 2. 25 نطرح منها 22 تبقى أس 3. 2 أس 3 بتساوي كام؟ بتساوي 8، لأن 2 في 2 ب4 في 2 ب8. تمام. ناخد شوية أسئلة تاني. طيب بعد كده الأسئلة اللي بعد كده نفس الفكرة. أنا هضرب الاتنين هنا نفس الفكرة، عندي أسين لكل عدد.
فانا هعمل ايه؟ اضرب الاتنين في السالب 3 هتبقى بي 2 في سالب 3 بسالب 6. تمام. في بي سالب 1 في سالب 2 بسالب 2 سالب 1 في 2 بسالب 2. بعد كده على بي أس سالب 3 ضرب بي أس سالب 4. بعد كده اعمل ايه؟ انا عندي نفس الاساس يا مس، يبقى انا هعمل ايه؟ هجمع في حالة الضرب. هجمع ايه؟ هجمع الأس. يبقى هنا بي سالب 6 زائد سالب 2، وهنا بي سالب 3 زائد سالب 4 يساوي بي هنا سالب 6 زائد سالب 2 سالب 8، وهنا سالب 3 زائد سالب 4 سالب 7. طيب في حالة القسمة ايه؟ انا بقسم بطرح، يبقى بي سالب 8 ناقص سالب 7، واي حاجة بعد سالب بتغير شريطها بتبقى جمع. هتبقى ايه؟ بي سالب 8 زائد 7 هتساوي ايه في الاخر؟ بي سالب 1، لان سالب 8 زائد 7 بسالب 1، واي حاجة اس سالب معناها 1 على بي، واس سالب اس 1 يعني هي بي بس. تمام. طيب ده اول مثال. تعال ناخد المثال الثاني. المثال اللي بعد كده جايب لي هنا 4 وهنا 9. الأربعة دي عبارة عن ايه؟ الأربعة عبارة عن ايه؟ عبارة عن 2 أس 2. 2 أس 2. خلي الإكس زائد الاتنين، يعني أنا هحول الأربعة دي لاتنين أس 2، والتسعة دي عبارة عن ايه؟ عن 3 أس 3 في دي علامة الفي مش الإكس، في 3 أس 2 زائد إكس، لأن التسعة عبارة عن 3 أس 2. تمام. والستة هخليها هي عبارة عن 2 في 3 أس 2 إكس زائد 3. تمام. طيب يساوي، هنا هضرب الأسين دول في بعض، فهتبقى ايه عندي؟ 2 أس 2 إكس زائد 4، لأن الاتنين بتتضرب في الإكس وتتضرب في ايه؟ في الاتنين. تمام. في 3 هضرب برضو الاتنين هنا واضرب الاتنين هنا، هتبقى 3 أس 2 في 3 ب6، و2 في الإكس ب2 إكس، يبقى 2 إكس زائد 6. تمام. هنا نفس الفكرة، هتبقى 2 هوزع بقى الأس عليهم هما الاتنين، هتبقى 2 أس 2 إكس زائد 3 في 3 أس 2 إكس اهو زائد 3. تمام. طيب بعد كده هعمل ايه؟ يا مس دي صعبة اوي. لا مش صعبة، ما تخافش. هو انا بعد كده هعمل ايه عشان اسهلها على نفسي؟ احاول ابسطها. ازاي؟ فرد الارقام، مش دي جمع. طب وانا واخده الجمع يا مس ده عبارة عن ضرب. ازاي يعني؟ معناها 2 أس 2 إكس مضروبة في 2 أس 4. طيب حلو. نفس الفكرة هعمل هنا، هقول له 3 عبارة عن 2 إكس في 3 أس 6. تمام. نعمل نفس الفكرة تحت، هتبقى 2 أس 2 إكس في 2 أس 3. تمام. في 3 أس 2 إكس في 3 أس 3. طيب لما عملت الحركة دي يحصل ايه؟ تعالى كده ركز معايا، هتلاقي ده هو ده.
تمام، وهتلاقي ده هو ده. طب ما ده هو ده ومقسومين على بعض، يبقى لما يتقسموا على بعض ايه؟ يروحوا مع بعض. ايه اللي يفضل معايا؟ يفضل معايا 2 أس 4 في 3 أس 6 و2 أس 3 في 3 أس 3. طيب الاتنين بقى اهو، هقول له عبارة عن 2 4 - 3 مضروبة في 3 6 - 3. بطرح الأسات من بعض طول ما الأساس هي 2. أطرح 4 نطرح منها 3 كام؟ 1، تفضل 2 بس. والتلاتة 6 نطرح منها 3. طيب يساوي كام بقى؟ 2 زي ما هي، و3 أس 3 يعني 3 في 3 في 3 ب27. 27 في 2 ب54. ادي المسألة كلها. يبقى انا الاول ضربت في الأس اللي جوه وحولتهم شبه بعض عشان ايه؟ اعرف احلها. بعد ما حلتها فنطت الأسس على الأساس اللي عندي وضيعت اللي ينفع يضيع مع بعضه وحلتها. تمام. طب ندخل على المثال اللي بعده. في قانون بيقول لي لو انا A في B و A أس M و B أس N والاتنين على بعض أس K، الإجابة بتاعته هتبقى A واضرب ال K في ال M واضرب ال K في ال N، يبقى هتساوي A M K و B N K. تمام. ولو في حالة برضو القسمة نفس الفكرة، كلهم أس K، فالكي برضو بيضرب في الأس ده ويضرب في الأس ده، فهتبقى A أس M K و B أس N K. تمام. طب ده طبعا في شرط فيه ان لازم ال A وال B ما ينفعوش يساوي الصفر، ما ينفعش يجيب ال A وال B يساوي الصفر، ده أول حاجة، وال N وال K وال M أعدادات صحيحة. طيب تعال نشوف القانون ده هنستخدمه ازاي. تعالى نستخدم بقى القاعدة اللي احنا قلناها دلوقتي في الحوار ده. انا عندي 3 هنا، الأس 4 فوقيهم، 2 أس 3 مضروبة في 3 أس المفروض 1 بس انا مش مكتوب، كله أس 4. فانا بضرب ال4 دي في 3 تبقى 2 3 في 4 في 3 أس 1 في 4 يساوي كام؟ 3 في 4 ب12، يبقى 2 أس 12 مضروبة في 3 أس كام؟ 4 في 1 ب4. بس كده. طب هكذا بعمل هنا، بضرب ال5 هنا وبضرب ال5 هنا، فهتبقى ال2 وال7 زي ما هم، واقول ال5 في 3 ب15 و2 في ال5 ب10. بعمل عملية ايه؟ ضرب. تمام. طب تعالى نعمل نفس الفكرة مع المثال اللي بعده. هنا نفس الفكرة اهو، هخلي الأس 3 ده يتضرب هنا فوق وهنا وهنا، هتبقى ايه بقى؟ يساوي -2 أس 3. لازم السالب معانا تحت الأس عشان هو محطوط جوه القوس، في قصدي اكس. -3 في الاتنين بكام؟ ب6. واي 3 في 3 ب9. كل ده مضروب في دي، مش الاكس دي، الاكس بس عشان تعرف تفرق بين الاكس وعلامة الضرب. هنا -1 في -1، -1 في -1 بموجب 1، اللي هو عايز تكتبه مش عايز تكتبه تمام. طب -1 في موجب 2 ب-2. طب بعد كده قال لك ايه؟ مش في هنا اكس وفي هنا اكس وفي هنا واي هنا واي، تمام، حطهم مع بعض. طب اول حاجه -2 أس 3 بكام؟ -2 في -2 بموجب 4 في -2 ب-8. تمام. اكس. اجمع بقى 6 زائد 1 7، الواي 9 زائد -2 تساوي 7، يبقى الإجابة -8 x أس 7 y أس 7. تمام.
طيب اهو نفس الفكرة هنا برضو جايب لي مثال زي كده. هحلها ازاي؟ همسك التلاتة دي اضربها في كل اس، يعني اعتبر هنا 2 أس 3، اوزعها على كل حاجة واضرب الاتنين في التلاتة ب6 يبقى ايه أس6، و3 في الاتنين ب6 بي أس6، و3 في -1 بسالب 1 يبقى بي -3، بي قصدي -1 في 3 بسالب 3، و4 في 3 ب12. تمام. طب 2 أس 3 بكام؟ 2 أس 3 ب8. تمام، ب8. والايه اهي، وهنا قسمة تبقى 6 ناقص 12 مضروبة في بي 6 ناقص الأس 6 ناقص -3 يساوي 8 زي ما هي، وايه -6 6 نطرح من 12 -6 مضروبة في بي -6 سالب وسالب موجب يبقى 6 زائد 3 9. طب الايه عشان أس سالب تنزل تحت تبقى كده ايه أس 6، وهنا 8 بي أس 9 عشان هما الاتنين موجبين يتحطوا فوق. تمام كده خلصت المسألة. طيب لو جاب لي مسألة زي كده وقال لك اختصرها في أبسط صورة، وبعد ما تختصرها عوض عن ان ب2 وهات الحل. طب يعني عوض عن ان ب2؟ لا، هو قصده كيف في أبسط صورة خالص، بسيطة خالص، وفي الآخر عوض عن الان ب2. طب تعالى كده نحل كده، ركز معايا. أول حاجة هعملها ايه؟ هحاول أبسطها لنفسي، لو أنا عارف أبسطها بسطها. طب أنا هعمل ايه؟ لازم أخلي الأساسات جنب بعض شبه بعض. طب هنا في أساسات شبه بعض؟ لا، بس ممكن أخليهم زي بعض. إزاي؟ يعني مثلا ال 18 دي عبارة عن حاصل ضرب 2 في 9، ال 36 عبارة عن 4 في 9. فأنا هحاول أوصل لمرحلة إن أنا أخلي الأساسات شبه بعض عشان أعرف أختصر وأعرف أعمل إيه تبسيط ليه. طيب يعني أنا مثلا نهاية 9 و2 n ناقص 1 في 18 دي هخليها 2 في 9 أس 1 ناقص 4 n. تمام. وال36 دي هخليها 4 في 9 كله أس 2 ناقص 3 n. تمام. تمام. بعد كده أعمل إيه؟ أوزع الأس على عمليات الضرب. تعالى كده معايا، هيبقى يساوي 9 أس 2 n ناقص 1 في 2 1 ناقص 4 n في 9 1 ناقص 4 n. تمام. على الأربعة دي عبارة عن ايه؟ 2 أس 2 2 أس 2 في 2 n ناقص 3 n. وزعت الأس ده عليهم هما الاتنين مضروبة في 9. طب هتقولي 9 3 أس 3، خلاص 9 في شبهها فمش هختصرها أنا عشان أشبه الاتنين دي مع الاتنين دي. تمام، فخليك معايا لحظة بلحظة. طب بعد ما عملت كده هعمل ايه؟ هحاول اجمع التسعات مع بعض، واحاول اجمع الاتنينات مع بعض وكده. يعني انا هنا عندي 9 وهنا جي 9 فوق، هنا 9 وهنا 9، يبقى انا في حالة الضرب بتاعهم ان انا هجمعهم مع بعض. فهقول له كده 2 1 ناقص 4 n اهي لوحديها في 9 2 n ناقص 1 زائد 1 ناقص 4 n. جمع ده الأس ده مع الأس ده، ده مع ده. طيب بعد كده
الاتنين دي الأس ده، الاتنين دي اضربها هنا واضربها هنا، هتبقى 2 أس 4 ناقص 6n في 9 2 ناقص 3n. تمام. بعد كده اعمل ايه؟ يساوي الاتنين دلوقتي هسيبها زي ما هي، هجمع دول. هنا عندي -1 وموجب 1 يروحوا مع بعض. تمام. فتبقى اهي 2 1 ناقص 4n مضروبة في 9. هو انا ممكن اعمله هنا جنبيها، ثواني هعمله هنا جنبيها. خلاص قلنا -1 مع -1 هيروحوا، هتفضل لي 2 أس -1 4n قصدي 1 ناقص 4n في 9. طب بعد كده 2n زائد -4n ب2n. شوف ازاي بقت بسيطة، ازاي سهلة صغيرة كده. 2 4 ناقص في، حطيت المسألة زي ما هي، مش بعمل اي حاجة فيها باقي المسألة يعني. تمام. طب بعد ما حطيت باقي المسألة زي ما هي اعمل ايه؟ خلاص انا دلوقتي وصلت لمرحلة الاساسات شبه بعض، يعني هنا 2 وهنا 2، فخلاص انا هكتب الاتنين تحت اهي واطرح الاسس، تبقى 1 ناقص 4n ناقص، وحط قوس هنا. ليه قوس؟ لان السالب بيغير اشارة اي حاجة بعده، لا تغير وانت ماشي، يعني تقول 4 ناقص 6n في 9 أس -2n ناقص، وافتح قوس 2 ناقص 3n. طب بعد ما عملت كده هقول له يساوي الاتنين اهي، هغير اشارة اي حاجة، دي هتبقى -4 ودي هتبقى موجب n، ف4 مع -1 -3 وسالب4n مع موجب 2n تبقى 2n -3. اللي انا 4 هطرح منها -4 هطرح منها -1 فضل لي -3، وموجب 6n اطرح منها -4 هتبقى معايا 2n في 9. هنا 2 هتبقى سالب وال3 هتبقى موجب، لان هغير الاشاره عشان السالب هيدخل لجوه، يضرب هنا ويضرب هنا. طيب بعد كده اقول له يبقى هيتفضل معايا موجب 3n واشيل منها -2 يبقى n بس -2. وصلت كده. بعدين قال لك عوض، اقول له عندما n بتساوي 2 يبقى هتساوي 2 في 2، اشيل الn واحط مكانها 2 في اشيل الn هنا واحط مكانها 2 ناقص 3 في 9 2 ناقص 2. طب اول حاجة 2 في 2 ب4، 4 نطرح منيها 3 هتبقى 1 تبقى 2 بس، و2 ناقص 2 0، واي حاجة اس 0 ب1 ما بكتبهاش، يبقى الاجابة بتاعتي ايه؟ 2. تمام. لان المفروض خلاص كده ال9 دي اعتبر 9 أس 0، 9 أس 0 ب1 ما بكتبهوش عشان عملية ضرب، لو عملية جمع هكتبه او طرح. ادي كل المسألة اهي، لو عايز تاخدها سكرين او تكتبها اكتبها او خدها سكرين. تمام. طيب نكمل. لو جاني مثال بالسؤال زي كده بيقولك غرفة ارضيتها مربعة على شكل طول الضلع اهو 2 x أس 3 y أس 2، ويريد تبليطها ببلاط مربع على شكل طول ضلع كل بلاطة x أس 2 x في y أس 2 واحدة، فكم بلاطة تحتاجها لتخطيط غرفة الغرفة كاملة؟ أول حاجة لازم أجيب مساحة المربع يساوي مربع طول الضلع. يبقى أنا هجيب مساحة الغرفة ازاي؟ هقول له أول حاجة مساحة الغرفة
مساحة ارضية الغرفة مربع اللي هو جابولي اللي هو ده. تمام. ومساحة يعني بتساوي الأس اضربه هنا في 2 تبقى ب4، 2 في 2 2 أس 2 ب4، و2 أس 3 إكس أس 3 في 2 هتبقى إكس أس 6. بضرب الأسات في بعض. واي 2 في 2 ب4. طيب بعد ما خلاص جبت أنا كده مين مساحة الغرفة، عايزة مساحة مين بعد كده؟ مساحة البلاطة الواحدة. هجيب مساحة البلاطة ان انا بربع برضو ايه اللي هو طول ضلع البلاطة هيساوي كام؟ هتساوي اكس اس 2 واي اس 4. طيب علشان اعرف عدد البلاطات التي احتاجها لتغليف الارض هقول له ايه؟ مساحة الغرفة كلها مساحة أرضية الغرفة على مساحة البلاطة. هتبقى تساوي 4 اكس أس 6 واي أس 4 على اكس أس 2 واي أس 4. طب هنا واي أس 4 وهنا واي أس 4 يروحوا مع بعض، تفضل لي 4 و6 نطرح منها 2 4 يبقى اكس أس 4. يبقى الإجابة 4 اكس أس 4 بلاط. تمام. ادي ايه المسألة كلها. طبعا المسألة دي موجودة في كتاب المدرسة، فهنحلها عشان تعرف ايه كل الافكار اللي ممكن تجيلك. طب ندخل على التدريبات اللي بعد كده.